ستوري تايم جديدة، والستوري بتاعتنا النهاردة بتتكلم على بزنس اونر. هي بعتت لي اكشلي تسألني، وانا قلت ان انا هعملها كمان از ستوري تايم. هي عندها بزنس وبقالها فترة بتدور على حد يساعدها في الاعلانات بتاعتها، فوجدت شخص ما ودخلت اتكلمت معاه وظبطوا مع بعض ان هو هيبتدي يعمل لها اعلانات. هيعملوا تيست الاول 3 شهور مع بعض، وبعد كده هو شاف البراند بتاعتها وقال لها انا عايزه اخش معاكي شريك. فهي قالت له طيب ماشي، تعالى نبتدي احنا الاول نظبط الاعلانات ونشوف الدنيا، بعدها نبتدي احنا نشوف مع بعض يعني هنعمل ايه. فالمهم ان هو ابتدى يرفض ان هو يعمل لها الاعلانات ويعمل الشغل اللي هما كانوا متفقين معاها عليه اوريجينلي عشان عايز يخش معاها شريك. والموضوع وصل إن هو فضل عمّال يماطل، يماطل، يماطل في إن هو يبتدي في الشغل اللي هُم متفقين عليه originally، عشان هو مستنيها إن هي ترضى إن هي توقّع له 50% من الbusiness، علشان هو شايف إن هو يستاهل إن هو يخش كشريك وهيعمل لها شغل عظيم ورائع. أنا لمّا هي سألتني أنا قُلت لها هتدخّلي معاكِ شخص كشريك لو الشخص ده هيقدّم لِك حاجة أنتِ ما ينفعش إن أنتِ حد تاني يدّيها لِك. يعني مثلًا لو حد هيعمل لِك محتوى، أنا ممكن أجيب مليون حد يعمل لي محتوى. لو حد هيعمل لي إعلانات، أنا ممكن أجيب مليون حد يعمل لي إعلانات. لو حد هيعمل لي مش عارف إيه، أنا ممكن أجيب مليون حد يعمل لي كذا. ما بادخّلش حد معايا شريك إلا لو الشخص دوّة ينفع إن هو يقدّم لي حاجة ما ينفعش حد غيره في العالم دوّة يقدّمها لي. فخدوا بالكم يا بنات، عشان أنا باسمع الحواديت دي كتير جدًا. لمّا الbusiness بتاعِك بيكون فيه potential وحد بيشوف إن أنتِ الbusiness بتاعِك ممكن إن هو يبقى فيه potential كبير أوي، بيبقى فيه طمع كبير أوي، فخدي بالِك من حاجة زي كده.